يا صباح الورد والفل والياسمين على اجمل متابعين في الدنيا. النهارده يا ست الكل بقى هنعمل الكسكسي بدون مصفى، بدون بخار، بدون دقيق اصلا، في 3 دقايق بالظبط يا ست الكل. عيالك قالوا لك احنا عايزين ناكل مبروم، احنا بنقول يا جماعه عليه مبروم. انتوا بتقولوا زي ما تقولوا قولوا. بس سهل جدا وسريع، وفي 3 دقايق حرفيا هتعملي احلى مبروم. يلا بينا، بس قبل ما نبدا الفيديو نسمي الله ونصلي على الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، افضل خلق اجمعين. السلام عليكم مشاهدين محترمين، لايك شير وسبسكرايب لوصلة مميزة. اتمنى يا جماعة تشاروا الفيديو ده بين اصدقائكم علشان تعم الفائدة للجميع. واتمنى متابعيني الجمال ينوروني على صفحتي الجديدة على الفيسبوك، واسيب لكم اللينك بتاعها في اول تعليق مثبت، واسيبها لكم برضو في صندوق الوصف. ويلا بينا. مبدئيا كده معانا طاسة كده وهنحطها على النار، وحوالي معلقتين زيت ومعلقتين زبدة. ممكن تستخدمي سمنة بس، ممكن تستخدمي زيت بس، ممكن تستخدمي زبدة بس، على حسب يا ست الكل اللي عندك. بس بلاش لو انت هتحطي زبدة، يفضل تحطي معاها معلقتين من الزيت علشان الزبدة ما تنحرقش منك يا ست الكل. كمية المادة الدهنية على حسب، حابة تقلليها تزوديها مفيش مشكلة خالص، بس هو ده المقدار يعني المظبوط. لكن ممكن تقلليها شوية مفيش مشكلة، بس طبعا الزبدة بتدي طعم للحاجة. ممكن تحطي سمنة بدل الزبدة اللي عندك يا ست الكل. وفي 3 دقايق حرفيا هتاكلي أحلى كسكسي أو أحلى مبروم زي ما تقولي قولي يا ست الكل. حابة بقى تعمليه بالزبيب والسكر البودرة زي ما أنا عملت مفيش مشكلة، حابة تعمليه بالحليب مفيش مشكلة، حابة تعمليه بالشوربة برضه مفيش أدنى مشكلة يا ست الكل. الموضوع مفيش أسهل منه. وبعد كده ما الزبدة والسمنة يعني تسخن، الزيت والزبدة يسخنوا كويس، هنزل بكوباية هرمية من السميد البسبوسة. معقول الكلام ده؟ أيوة يا ست الكل، سميد البسبوسة هتعملي منه أحلى مبروم يا ست الكل، سهل جدا وسريع. طيب حد هيقول لي خشن ولا متوسط ولا ناعم؟ يفضل إن هو يكون متوسط، بس اللي عندك اشتغليه مفيش مشكلة. وهننزل عليهم بربع معلقة من الملح، وهنبدأ نقلب في الوقت ده يا ست الكل. النار متوسطة، نار متوسطة. هتبدأي تقلبي كده تاخديها تحميصة كويسة قوي. أهم حاجة تحمصيها حوالي مدة دقيقتين 2 بس. بس أهم حاجة تقليب مستمر من جميع النواحي علشان طبعا ما ينحرقش معاكي. حبيت النهاردة أعمل لكم حاجة سهلة وبسيطة، تحلية بسيطة كده لولادك. لو انت قاعدة بالليل هتقومي تعمليها، يعني ما بتاخدش وقت خالص منك، وفي ناس بتحبه كتير. بس طبعا هو عمايله طبعا لو انت هتعمليه بالبخار والمصفى والكلام ده بياخد وقت منك، وفي ناس يا جماعة مش بتعرف تعمله خالص. أنا جبت لكم الطريقة دي، طبعا أنا عملتها كتير قبل كده على القناة، وعملتها برضو بالحليب. النهاردة طبعا هعملها بالمية، لكن ممكن تتعمل بالحليب عادي خالص يا ست الكل. اهم حاجه تجيبي الجناب تقلبي كويس قوي لحد كده. الموضوع مفيش اسهل منه. بس اوعي تكوني ما حطيتيش لايك، واوعي تكوني لسه ما اشتركتيش في القناه، هزعل منك كتير. حطي اللايك بسرعه يا ست الكل، واشتركي في القناه علشان تتابعي كل فيديوهاتي. في الوقت طبعا هنزل بكوبايه من الميه المغليه، يعني الكوباية اللي أنا هاعاير بيها السميد هي اللي هاعاير بيها المية. ولازم المية تكون بتغلي يا ست الكل، اوعي تنزلي مية باردة، لازم تكون بتغلي. وبعد كده أول ما بتنزلي تقليب مستمر يا ست الكل لحد ما المية تتبخر معاكي. في الوقت ده طبعا أنا هستبعد المعلقة وأجيب شوكة علشان هقعد أفرفط كده المبروم معايا علشان يفرفط والمية اللي فيه تتبخر. كل ما المية تتبخر أكتر، كل ما يعمل حبيبات معاكي كده زي المبروم المعتاد شكله اللي احنا عارفينه يا ست الكل. ما تقليش يا ست الكل، هيبقى احلى مبروم هتعمليه. في الوقت ده طبعا انا بقعد الف في الشوكه كده، احاول ان انا افضفته من بعضه. الوقت ده نار متوسطه، اول دقيقه كده بخلي النار متوسطه. لما توصلي للشكل ده هتهدي بقى النار خالص، وتبداي تقلبي وتفرفطي زي ما بعمل كده لمده دقيقه كمان، لحد ما تحسي ان هو الميه اتبخرت منه وبدا يبرول معاكي زي ما انت شايفه بنفس الشكل كده يا ست الكل. طيب في حد هيقول لي ممكن تستبدلي كوباية المية اللي انت حطيتيها دي بالحليب، ممكن يا ست الكل، بس لازم تكون بتغلي. برضو حد هيقول لي ممكن تستبدلي كوباية الحليب دي بكوباية شوربة، ممكن يا ست الكل، مفيش مشكلة خالص. انا حبيت يعني بحاول ان انا اقول لك اي حاجة بتدور في دماغك علشان لو انت حابة تعمليها يا ست الكل. طبعا طريقة سهلة وسريعة جدا للناس اللي هم مش بيعرفوا يعملوا ومش عايزين وقت طويل في عمايل المبروم معاكي. شايفين البرجل اهو مبروم ده ولا مش مبروم يا متعلمين يا بتاع المدارس؟ حاجة سهلة جدا وسريعة، وعملتيها وتحلية بسيطة جدا. طبعا مفيش حد ما عندوش سميد، اكيد عندك في التلاجة سميد بسبوسة. قومي حالا نعمليه، وما تنسيش تبعتيلي كومنت وتقولي رأيك فيه. شايفين الجمال؟ بعد ما تطفي عليه بقى هتسيبيه بس يهدى، ما تقدموش، سيبيه ربع ساعة يهدى كده، وبعد كده تقدميه، ما تقدموش على طول.
في الوقت ده خلاص بقى ايه، انا في الوقت ده طفيت عليه يا جماعة، طفيت عليه وبقعد اقلب شوية كده وافرفطه. المية اتبخرت تماما بقى، مبروم عادي خالص اكنك عاملاه بدقيق، وانتي لو كلتيه ما بتحسيش ابدا ان هو سميد، اكنه دقيق بالظبط. شايفين انا بحاول اقربه قدام الكاميرا عشان تشوفوا قد ايه مبرول معاكي. شايفين؟ طبعا هو لونه مصفر علشان الزبدة اللي انا حطيتها لونها طبعا بقري، زبدة بقري بلدي، فهي مدياله اللون الاصفر ده. شايفين؟ شايفين الجمال؟ طبعا ممكن تضاعف في الكمية على حسب ما انت عايزة يا ست الكل. يلا بنحطه في طبق التقديم دلوقتي. هحطه طبعا كوباية السميد، هي جابت لي الكمية دي كلها يا ست الكل. في الوقت ده طبعا انا هرش سكر بودرة عليه وهرش زبيب وجوز الهند. لو انت عايزة يعني تاكليه بلحمة وشوربة مفيش مشكلة، هتحطي جنبه طبق مثلا شوربة وتاكليه باللحمة. في ناس يا جماعة بتعمله باللحمة العادي، وفي ناس بتحب تاكله مسكر، فالغالب ان هما بيحبوا ياكلوا ايه، بسكر وزبيب ولبن حليب، يعني اللبن والحليب يا ست الكل. يعني هترشي عليه سكر بودرة وعليه زبيب لو انت حابة، والزبيب ده على حسب الرغبة، وجوز الهند برضو على حسب الرغبة. وهتجيبي جنبه طبق حليب لو انت عايزاه بسكر. لكن لو عايزاها بلحمة يبقى هتجيبي بدل طبق الحليب هتجيبي طبق شوربة وتاكلي معاه لحمة عادي ست الكل زي ما انت حابة. زي ما انت شايفة انا بقولك بصراحة اقتراحات، واللي انت حابة اعمليه. هي يمشي كده ويمشي كده، بس لو انت هتاكليه مثلا باللحمة مش بالسكر والحليب، يبقى بدل ما تحطي ربع معلقة صغيرة من الملح زوديها نص معلقة، علشان يبقى ايه مملح شوية وحنط كده. متفقين يا ست الكل؟ متفقين. بعد كده بدأت أرش سكر بودرة على الوش، طبعا ده اختياري لو انت حابة تزودي تقللي الكمية دي بتاعتك انت بصراحة. ولو انت مش حابة تحطي جوز الهند أو زبيب مفيش مشكلة، مش استبعديه، مش لازم تحطي أبدا. فطبعا لما تحطي الزبيب يفضل ان انت تقلبيه فيه كده بعد ما تطفي، تقلبيه. انا حطيت طبعا يا جماعه على الوش كده علشان بس التصوير والكلام ده، لكن الزبيب بيبقى جامد، فلما انت تقلبيه في المبروم وهو سخن فالزبيب بيطرى معاكي وبيبقى جميل. لو انت هتحطي زبيب يبقى بعد ما تطفي عليه كده البوتاجاز، تحطي الزبيب وهو سخن وتقلبيه تقليبه وتسيبيه بس ربع ساعه علشان الزبيب يطرى معاكي ويفنش كده. حبيت اقولك المعلومه دي. شايفين الجمال؟ طبعا انا قربت الصوره اهو علشان اوريكي الجمال عامل ايه. طبعا الجمال عدى الكلام بصراحة، كوباية سميد واحدة عملت بيها الكمية دي كلها. طبعا أنا استنى منك كومنت لما تعمليه وترجعي تاني تقولي رأيك فيه. شايفين الجمال؟ شايفين؟ بصراحة تحفة تحفة تحفة. وأسيبكم في رعاية الله وأمانه، انتظروني إن شاء الله في فيديو جديد، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.